سليم والعرضيه، الهدف الاول هو اسلام الفار، الجرينتا بتاعته عاليه والتعادل يا راجل. في التعادل هو محمد علي يلعب الكرة ناحية اليمين عند سليم، يلعب الكروس العرضي وفي المرمى والهدف الثاني. وإذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون يا محمد يا علي. يا محمد يا علي يا راجل، ده أنت محمد علي كلاي. والله الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على المكسب النهارده، والحمد لله على الأداء. اللعيبة كلها عملت اللي عليها الحمد لله النهارده، والجهاز الفني عمل اللي عليه، وكل النهارده كله عمل اللي عليه، والحمد لله ربنا كرمنا في الملعب الحمد لله. بشكر ربنا وبشكر الجهاز واللعيبه، والحمد لله النهارده نزلنا عملنا اللي علينا، اللي كنا عايزينه من الماتش خدناه الحمد لله. نزلنا ضغطنا على فريق السكه من قدام، هو الكابتن كان قايل لنا كده من اول الماتش نقابل السكه نحترمه، فريق محترم هو الاول، عايزين نكسب عشان احنا عندنا الماتش الجاي في اسبوع راحه، بعد كده هنلعب الصالات، بعد كده نريح باي، يعني احنا لسه ما ريحناش، لازم لما نقعد نكون فارقين عشان لما نريح الفريق اللي ورانا وكده. الحمد لله. انا دايما مقتنع بالجمله ان الشغل في الكوره بيجيب نتيجه. الفكره كلها ان احنا مش عارفين امتى هتيجي النتيجه. الحمد لله رب احنا النتيجه جت من اول اسبوع. احنا عملنا ماتش الشمس اول ماتش، حاجه فوق الوصف ما شاء الله، اداء 90 دقيقه حاجه هايله. كان بنمر بموقف صعب قوي في اول جون يخش فينا، ومع ذلك احنا استمرينا نفس الاداء 90 دقيقه. دي كانت النقطه اللي ابتدينا منها. كسبنا بهتيم بمباراه كبيره. النهارده احنا بنلعب الاول على البطوله من اول دقيقه في المسابقه هو الاول، فكنا عارفين ان حاجه صعبه جدا تيجي على ارض الاول على البطوله وتاخد منه مركزه وتطلع فوقيه ببونت مع جهاز فني قدير زي كابتن جمال، مع فرقه متمرسه في الدرجه ديت وعلى طول في مستوى عالي. الحمد لله رب العالمين. هو دوري صعب جدا جدا جدا، مجموعه ناريه، ويمكن انا قلت اكتر من مره ان احنا الكوره والقوه والتنافس في المجموعه الثالثه لا يقل بل ربما يزيد في بعض المباريات عن مستوى الدوري الممتاز. فالحمد لله رب العالمين احنا بنتعب وبنجتهد. بدايتنا السنه دي في الاول شويه لخبطه، لكن دلوقتي انا اعتقد ان احنا بدانا الفريق يمسك نفسه. النهارده الحمد لله رب العالمين عندي نقص وغيابات حوالي 4 لاعبين مهمين جدا، ومع ذلك الحمد لله اي لاعب ينزل في الملعب مستوى لا يقل عن اللعيب اللي غايب باي حال من الاحوال. الحمد لله. طول ما انت بتعامل ربنا واللي تشوفه تحسبه هتستريح نفسيا، حتى لو الناس اختلفت معاك، لان الاتحاد الدولي لما احسن الحكام اقلهم اخطاء، استحاله ما يكونش فيه اخطاء، بس انت بتعامل ربنا حتى لو هم اختلفوا معاك، بينك وبين ربنا انت شفت فحسبت. لا عمرنا بيجي جوانا حسابات ولا بتفرق معانا بره ولا جوه، فده يمكن تاريخ كبير بلعب بنفس الكلام بنفس النظام، فالحمد لله اتعودوا عليه هنا، خلوهم في افريقيا والانديه في افريقيا والدول اتعودوا على نفس النظام اللي الواحد بيشوفه بيحسبه، فيمكن ربنا بيكلل النجاح في الماتشات. لعبنا اسوء مباراه لينا النهارده، وده ده يعني ذنبنا ان احنا اول، فكل فرقه بتيجي تلعب علينا قوي جدا. انا عندي الشوط الاولاني او اول ما ابتدينا حسيت ان انا عايز اغير اللعيبه كلها، بس اللائحه بتديني 3 لعيبه بس، لان الولاد ما احترموش الفرقه ديت جوه الملعب، وحسوا ان هم يكسبوهم سهل، ان احنا كره في العارضه والجول يطلع ويضيع وقت وينام وكده، فحسوا ان هم جايين يتعادلوا معانا، فالاستثار ده هو ولد الهزيمه. فانا بقول يعني مبروك لفرقه نجوم المستقبل، عمل ماتش كويس، فرقه محترمه، واحنا كنا وحشين قوي قوي، اوحش ماتش. بارك لنادي نجوم المستقبل على فوزه النهارده بهدفين على نادي السكه، فريق كبير وبقى دلوقتي في المركز الثاني وعدى نادي السكه، ولقاء كان قوي في بدايته، كان بادئ بضغط من نادي السكه الحديد على نادي النجوم، والنجوم بدا يرد الهجمات وبدات هجمه هنا وهجمه هنا كالعاده في كل ماتشات دوري الدرجه الثانيه، ماتشات ممتعه جدا، لكن نادي نجوم المستقبل قدر يخطف اللقاء بالفوز بهدفين مقابل هدف في نهايه اللقاء.